نايضة ديال بصح بوسط الطائرة برحلة جوية منطلقة من مدينة طنجة وبالضبط بمطار طنجة. المغاربة عاوتاني قربلوها وبلبلوها ديال بصح وسط الطائرة وهي كتحلق في الجو مسافرة لفرنسا. قبل ما نخوضوا في التفاصيل الإخبارية اللي غتصدمكم للغاية، أولا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بكل جديد أخبار المغرب إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم. فما وقع اليوم وسط هذه الطائرة غادي يصدمكم وللغاية. اليوم طايح كتر من نايض وسط الطائرة وهي برحلة جوية، والمغاربة مجددا وعاوتاني رونوها ديال بصح وسط الطائرة. اجي نتعرفوا على تفاصيل هذا الخبر وشنو وقع بالضبط. ففي تفاصيل هذا الخبر الذي وردنا للتو، فقد انتهت رحلة طيران لشركة رايانير انطلقت من مطار طنجة نحو تولوز الفرنسية بشكل سيء جدا جدا بالنسبة للركاب، بعدما وقعت مشادات كلامية على متن الطائرة بين عشرات النساء تطورت لشجار عنيف على المدرج عندما وصلت الطائرة بحر الأسبوع المنصرم لفرنسا. وأشارت إدارة مطار تولوز بحسب مصادر إعلامية محلية إلى أن التحقيق جار بعد تقديم شكاوي، حيث وقع الشجار بالفعل مساء الجمعة المنصرم عند وصول طائرة قادمة من طنجة. وبحسب المصادر فقد بدأت التوترات في الأراضي المغربية بين عائلتين مغربيتين من الركاب واشتدت طوال الرحلة. وقال موظف بالمطار كان حاضرا أثناء الحادث: لم أرى ذلك من قبل، كانت هناك حقائب متناثرة وبدأ الركاب في القتال، كان الأمر شديد الخطورة، كانوا يتشاجرون بالقرب من مدرج الطائرات. وأفادت المصادر أن القائمين على إعادة التزود بالوقود والميكانيكيين قاموا بالفصل بين الركاب المتشاجرين، كان هناك ما لا يقل عن 10 منهم يركل بعضهم البعض، تقاتلوا على بعد متر من محركات الطائرة ولم تتدخل الشرطة، واستغرق الأمر حوالي 20 دقيقة قبل فصل المسافرين المتشاجرين. يتابع الموظف ويدعي الأمر أو الأخير أنه تعرض لإصابة بالقرب من العين أثناء المشاجرة، وعلى إثر ذلك تم توقيف عدد من الأشخاص والتحقيق معهم بخصوص أسباب هذا الشجار. هذا الشيء اللي وقع بالطائرة واللي وردنا اليوم، فهذا الخبر باقي جديد اليوم اللي تم الإعلان عن هذا الخبر، لكن المسافرين والناس اللي متواجدين بالطائرة والناس اللي متواجدين بالمطار كل شيء عارفين هذه الأخبار وكل شيء عارف شنو وقع بالضبط، بل كانوا شاهدين على هذه الواقعة المؤسفة واللي ما كتمثلناش حنا المغاربة اللي معروفين بالأخلاق العالية. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه. نلتقي بإذن الله في فيديو جديد مع خبر جديد، نلقاكم بأتم الصحة والعافية. شكرا لكم، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.